أول مرة بورد حمص وخضار للأطفال. الأطفال بيحبوا دايما يجربوا حاجات جديدة، بالذات لو ألوانها وأشكالها حلوة. تعالوا نشوف ازاي نعمل ده بحاجات بسيطة في البيت. أول حاجة الحمص بالبنجر، لونه حلو وفوائده عالية، وممكن يجربوا الحمص العادي. بالنسبة للخضار ممكن الجزر المتقطع عادي شبه البطاطس أو الجزر البيبي، وده موجود في جرين هاوس، مغسول متقشر وجاهز للأكل على طول. ممكن طماطم صغيرة وخس أو ورق أخضر، ونشوف هما هيحبوا الجذع ولا الورق. ممكن نضيف فجل بس مش كل الأطفال هتتفق عليه، لأن حلمات التذوق عندهم مختلفة. خيار طبعا، ممكن سويت كورن لأنهم بيحبوا الحاجات اللي طعمها حلو أو مسكر، زي كمان التشيري توميتوس، بس دي مفروض نقسمها نصين علشان لا قدر الله متتبلعش كاملة. جهزوا البورد دي وحطوها قدامهم وسيبوهم يكتشفوا هما بيحبوا أنهي نوع من أنواع الخضار. الألوان والطريقة دي في الرص هتخلي عندهم فضول يجربوا كل الحاجات، وبدأوا يتعودوا عليها. والحاجة الحلوة في البورد دي إنهم مش بيحتاجوا معلقة، فبيلمسوا كل حاجة بإيديهم وبيجربوا كل حاجة. لو حبيتوا الفكرة اعملوها وابعتولي الصور وقولولي أول خضار أطفالكم جربوه كان إيه. بالهنا والشفا.